السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة، مساء الخير عليكم. تعرفون واحد من يجي من وراء الفطور شوية نشط، صايمين احنا. من أهم نتائج الدوري الإسباني فوز ريال مدريد على ليفانتي، فوز معنوي يعني رجع الثقة عند النادي وعند الجماهير وعند الإدارة. الشوط الأول حقيقة هي تشكيلة نزلناها من ساعة انطيناها حلوة، بس عندك كامافينجا مو تمام، بيلينغهام ما أدى، يعني لاعبين عندك ما أدوا نهائيا. يعني بالشوط الأول كامافينجا وبيلينغهام الشوط الثاني شوي استعدل، بس بالشوط الثاني بالأول كانت عنده خوش نظرة، خوش هو يقول لك الشوط الثاني شوط المدربين. بالشوط الثاني لا، من نزل أردا جولر موستانتو لا، تحرك الفريق كله للهجوم. السبب ركلة جزاء قولها مبابي صار عنده 20 هدف ب20 مباراة، فد رقم حلو هذا. والجول الثاني سجله اسينسيو. المهم يعني نتيجة لا بأس بها وفوز معنوي وإن شاء الله خير. وفوز مانشستر يونايتد على مانشستر سيتي في ديربي مانشستر، حقيقة نتيجة مفاجئة صراحة. مانشستر سيتي كان أداء جميل كلش حلو، بس صارت ان هجمتين مرتدات صار التغيير بيها. وبالدوري العراقي الزوراء الابيض، ولو مش خمسة سوداء قلت ابيض، بس انا اشجع الزوراء، يفوز على المتصدر اربيل، يقفز مركز او مركزين. وشكرا لكم.